رجل الأعمال عبد الله سلام، كان أغلب الناس أكيد عارفاه طبعا. بس أنا دايما بحب يعني أسمع جدا لقاءاته أو البودكاست اللي هو بيطلع فيها، لأني فعلا بستفاد منه كده حاجات كتيرة، سواء في البيزنس أو في الحياة عموما. في كده تحس النصايح بيديها، بتحس إن هي فعلا مفيدة جدا. فأنا فاكرة فيه كده كم يعني اتكلم مرة كده في حاجة معينة. الحاجة دي أنا فاكراها لغاية دلوقتي، حاسة إن هي فعلا يعني مقنعة قوي وعجبتني جدا، فحبيت ان انا اقولها لكم. يمكن هي دي حاجة من الحاجات اللي بتدل ان الشخص يعني كرجل اعمال في حاجات تانية ممكن تساعده ان هو ينجح او يوصل اللي هو عايزه. طبعا مهم انك تسعى، ومهم انك تعمل كل حاجة مظبوط، وان انت تتعلم وتاخد خبرة، وكل ده مهم جدا. بس في حاجة تانية برضو هو قالها وهو مش واخد باله. هو كان بيتكلم عنها، طبعا بيتكلم عن أهميتها، بس أنا برضو شايفة إن دي ممكن تكون من ضمن الأسباب اللي ربنا مخليه إن هو يقدر ينجح ويكبر ويتوسع في مجاله. طبعا أنا مش بنكر فكرة إن الواحد يسعى ويشتغل وياخد خبرة وينجح، وده أكيد طبعا الواحد لازم يسعى. بس الحاجة التانية اللي هو اتكلم فيها دي، أنا شايفة برضو إن هي من ضمن أسباب نجاحه، ومن ضمن، ولو أي حد طبقها أنا شايفة إن هي برضو هتكون من ضمن أسباب نجاحه، طبعا مع الأخذ في الاعتبار والسعي. هي الحاجة اللي لفتت نظري أو اتكلم فيها. آه، ان المذيع لما كان بيتكلم معاه او بيساله ان فكره ان هو بيساعد ناس او بيدي مبالغ لناس وكده، فهو قال له جمله جميله قوي. قال له بص، فكره ان انت تدي حد فلوس او تدي حد كصدقه، يعني انت مش بتديله من فلوسك انت ربنا رزقك بمبلغ فلاني عشان في حد تاني ليه رزق معين في الرقم اللي انت خدته. فمش المبلغ ده مش ربنا رزقك بيه ليك كله بتاعك، لا، انت في مبلغ معين من الفلوس اللي هو ربنا رزقك بيها دي بتاعت شخص معين. فانت الجمله تانية فاكراها كويس قوي، قال انت مجرد موصلاتي. يعني ايه موصلاتي؟ يعني انت بس بتاخد الفلوس من هنا اللي ربنا بعتها لك، بتطلع جزء منها وتروح توصلها لشخص تاني، فانت بس موصلاتي في الموضوع. مش انت اللي بتعمل ده حاجه من نفسك او حاجه يعني تفكر ان انت انا عملت كذا او انا صدقت بكذا او انا ساعدت كذا، لا، انت بس موصلاتي. ربنا بدل ما يبعت الحاجه دي للشخص على طول، هو حب ان هو يبعتها من خلالك، انت اللي بتوصل الفلوس وبتوديها للشخص ده. فقال كمان حاجة تانية برضو عجبتني، قال ان انت ربنا لما بتبدأ تعمل حاجة زي كده او انت توصل كمان فلوس، ربنا بيديك رزق يعني الشخص دوت كل فترة عشان تقدر توصل له فلوس، او كل مرة تستمر على الحاجة دي. فكل مرة بيديك رزق الراجل ده، رزق الراجل ده تقوم انت واخده وموصله. فلازم تكون مقتنع ان ربنا بيرزقك عشان خاطر الشخص ده، لان الشخص ده ليه رزق معين في رزقك. فالجمله اللي انا فاكراها كويس قوي ان انت بس مجرد موصلاتي للرزق ده. فهو الجمله قالها كده يمكن في وسط الكلام، بس انا شايفاها ان هي فعلا ليها معنى كبير قوي. ان انت يبقى ربنا يرزقك مبلغ وتطلع منه كل فتره وتستمر على ده، وفعلا ان انت فعلا ده مش بيطلع من عندك، هو ربنا سبحانه وتعالى طبعا قادر ان هو يبعت للراجل ده رزقه على طول، بس هو حب ان انت يخليك انت الوسيط في النص، انت بس اللي بتاخد الفلوس وبتوديها للشخص التاني. فمش بتعمل حاجه من عندك او حاجه يعني انت الشاطر الذكي اللي بتعمل الحاجه دي، لا، هو فعلا ربنا بس مخليك موصلاتي في النص، انك تاخد الرزق اللي جالك ده تاخد منه جزء توصله لشخص تاني. فالجمله بصراحه عجبتني جدا، ولما افكر فيها اكتر هتلاقي ان فعلا لما ممكن يكون جزء كبير من نجاحه هو فكره ان هو كان بيعمل كده. يعني انت زي ما ربنا لو كرمك بحاجه او بمشروع معين او بيزنس معين، دايما حط في دماغك ان في جزء معين هطلعه للفقير بشكل مستمر، هتلاقي سبحان الله ربنا هيضاعف لك الرقم ده اضعاف اضعاف اضعاف. فانت لو بصيت للشخص ده او رجل الاعمال ده، ممكن يكون جزء كبير جدا من نجاحه، طبعا غير السعي والخبره والنجاح وبتسعى وبتعمل اللي عليك، بس في جزء كبير ممكن يكون بسبب الحاجه البسيطه اللي هو ما كانش واخد باله منها، ان هو بس بيوصل لحد مبلغ معين، هو ربنا بيرزقه مبلغ بيقوم مطلع منه جزء لحد معين يديله فلوس. فده ممكن يكون سبب كبير بسبب ان هو نجاحه، ان ربنا يكرمه ويديله فلوس اكتر ويخليه يعني حاليا دلوقتي معاه بيزنس كبير وفلوس كتيره. فدي حاجه انا عجبتني قوي، ان انت ممكن تسعى، لازم تسعى طبعا وتجتهد وتتعلم اكتر وتبقى عندك خبره، كل ده مهم جدا. بس برضو جنب ده حاول ان انت تطبق الحته دي. طب افرض انا ما عنديش بيزنس معين، او انا مش فاتح شركه، او انا ما عنديش مشروع، هل كده خلاص ما ينفعش اعمل حاجه زي كده؟ لا، من مرتبك ممكن تعمل كده. لو انت بتشتغل
عندك المرتب بتاعك، فانا في جزء صغير لازم اروح اوصله لحد معين، حد محتاج. انت مجرد بس زي ما قالها كده موصلاتي.